حبايب قلبي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب تكونوا بخير. الفراولة كتير في السوق، موسم بقى، كل سنة وانتم طيبين، ولازم نستغل الوقت ده باننا نعمل احلى مربى لانها رخيصة جدا في السوق، فهنعمل كمية كبيرة هتقعد معانا بالشهور. احلى مربى بقوام تحفة جدا وطعم وريحة تجنن. المقادير سهلة جدا وبسيطة، وطريقتها من أسهل ما يمكن. والمربى هتفضل معاكي وقت طويل جدا سواء في التلاجة أو بره التلاجة من غير ما يجرالها أي حاجة، وانتي ضامنة جودتها من غير أي إضافات ولا ألوان صناعية ولا مواد حافظة. هنسمي الله ونصلي على الرسول ونبدأ بقى الوصفة بتاعتنا. هنلاقي بقى في السوق اليومين دول الفراولة بأنواع. هنلاقي الصغيرة زي ما انتوا شايفين كده اللي هي البلدي، ودي أحلى فراولة ممكن تطمني لها. وخلي بالك وانتي بتشتري الفراولة، ابعدي عن الفراولة الكبيرة قوي دي اللي حجمها ممكن يخوفك، علشان ممكن يكون منضاف لها اي مواد كيماوية بتضر صحتنا. وعلشان تكوني مطمنة نقي الصغيرة احسن. انا اخدت الفراولة بتاعتي وشلت العنقود الاخضر اللي بيبقى فوق ده، وغسلتها بالمية وبالخل وصفتها بقى تصفية كويسة احسن يكون فيها رمل. انتوا عارفين ان الفراولة دايما بيبقى مليانة رمل، فلازم اكون مطمنة كويس جدا انها مغسولة كويس. نيجي بقى لمقدار السكر. كل كيلو فراولة بياخد 400 جرام سكر، فأنا الكمية اللي قدامي دي أنا عاملة 3 كيلو، واخدة 1200 جرام سكر، يعني بمعدل كيلو و200 جرام. وهقلب بقى السكر كويس جدا مع الفراولة، يعني هغلف كل فراولاية بالسكر زي ما احنا شايفين كده. وهسيبها بقى 4 5 ساعات، أو تحضريها من بالليل وتبيتيها طول الليل لغاية ما تخرج المية بتاعتها زي ما احنا شايفين بالطريقة دي كده. يعني انا مش هضيف لها اي مية نهائي من خارج الفراولة، المية اللي جوه دي هي دي مية الفراولة نفسها. وهحطها بقى في حلة كبيرة، لازم الحلة بتاعتي تكون أكبر من كمية الفراولة، ما هحطهاش في حلة صغيرة لأن احنا عارفين إن الفراولة بتزيد أو بتفور، ممكن تفور شوية أو تعمل رغاوي زيادة فوق سطح الفراولة، فممكن تفور مني لو أنا حطيتها في حلة صغيرة. وأخلي المسافة اللي احنا شايفينها ديت أعلى من سطح الفراولة بتاعي عشان تاخد راحتها كويس قوي في السوا. وهقلب بقى تقليبة كويسة كده عشان السكر المرقد تحت في الفراولة. وأول ما هشغل النار عليها هشغل على نار عالية لحد ما تبدأ في الغليان. وأول ما تبدأ في الغليان بالشكل ده كده هتلاقي رغاوي ظهرت معايا على السطح كده، لازم أشيلها أول بأول وأطلعها بره الحلة بتاعتي عشان متغيرليش من طعم الفراولة أو تغيرلي من لون الفراولة بتاعتي. بعد ما تغلي لمدة ربع ساعة أروح بقى موطية عليها النار، يعني تكون نار وسط، ولا هي عالية قوي ولا واطية قوي. أول ما ألاقي بقى القوام اتغير أروح محضرة عصير ليمونة كاملة واروح مضيفاه على الفراولة بتاعتي واسيبها برضو تغلي. هو مرحلة الغليان هي اللي هتظبط لي الفراولة بتاعتي. نيجي بقى للتركة المهمة اللي هتضيف قوام حلو قوي على الفراولة اللي انا بعملها. انا هجيب باكو جيلي الفراولة اللي احنا طبعا عارفين موجود في كل سوبر ماركت بره، وهنحضر واحد معايا نجهزه. واول ما تبدأ خلاص داخلة على السوا هضيف باكو جيلي الفراولة فوق المربى بتاعتي، وايدي شغالة في التقليب، مرفعش ايدي نهائي من الفراولة غير لما اتأكد خلاص ان كل باكو جيلي الفراولة داب نهائي مع الفراولة بتاعتي. افضل اقلب لغاية الباكو ما يختفي نهائيا عندي. تيجي بقى المرحلة الأخيرة بتاعتي، مرحلة الهاند بلندر. لو عايزة الفراولة بتاعتي بيوريه، لو انتي محتاجاها قطع ما تستخدميش المرحلة دي خالص، وخلي الفراولة بتاعتك قطع زي ما هي. نخلي بالنا يا بنات نعمل بالهاند بلندر او بالمضرب او بالهراسة، اي حاجة عندي استخدمها كله هيجيب لي نفس النتيجة، بس بشرط تكون النار عندي شغالة زي ما هي. لازم تغلي كمان حوالي 10 دقايق بعد استخدام الهاند بلندر، تحسبا انه ممكن يكون في فراولاية لسه من جوه نية او فيها مية او اي شيء، تكون استوت كلها على بعضها. بعد كده اجيب حبة من الفانيليا، يعني نص معلقة صغيرة، وهضيفها على الفراولة بتاعتي، بتعزز الطعم جدا وبتظهر طعم الفراولة بتخليها تحفة. وهقلب بقى تقليبة كويسة عشان اخلط الفانيليا بتاعتي مع الفراولة كلها، واغليها بقى غلوة حاجة بسيطة خالص. وبعد كده اشوف بقى اختبر الفراولة بتاعتي استوت ولا لسه. احنا عارفين طبعا كلنا ان المرحلة ديت اهم مرحلة عشان اتأكد ان الفراولة بتاعتي استوت. اجيب طبق صغير وهحط حبة صغيرين جدا في الطبق. طب هتأكد ازاي؟ هعمل كده خط في نص الطبق، لو المربى رجعت لبعضها تاني بسرعة يبقى كده محتاجة شوية غليان،
لو المربى فضلت على حالها ما رجعتش تاني وفضل كل جنب أو كل جزء لسه زي ما هو، يبقى كده الفراولة بتاعتي تمام، وأنا كده لازم أطفي عليها النار عشان ما تمسكش معايا وتبقى شكلها وطعمها مش كويس. زي ما احنا شايفين كده أنا عملت الخط في الطبق وفضل ما شاء الله الجنبين زي ما هما بالظبط، يبقى كده أنا الفراولة بتاعتي استوت تمام ولازم أطفي عليها النار وأسيبها بقى لحد ما تبرد. هجيب بقى طبق كبير يكون ناشف مفيهوش أي مية نهائي وهفضي فيه الفراولة بتاعتي. زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله القوام تحفة جدا ويجنن طبعا، لا يقارن بفراولة بره اللي كلها جيلاتين وتحس انها قطع وتكتلات كده كلها جيلاتين، انما الفراولة بتاعتنا كلها فراولة بيور طبيعية 100%. شايفين الفراولة بتاعتنا تحفة جدا، ده غير كده كمان لما تتحط في التلاجة كمان شوية هتمسك حبة كمان وهتبقى قوام تقيل كمان اكتر من كده. نيجي بقى لمرحلة الحفظ، احفظها ازاي؟ لازم يكون عندي مجموعة من البرطمانات، طبعا ويفضل يكون ازاز، ابعد خالص عن البلاستيك لانه بيتفاعل مع اي مادة غذائية معايا. البرطمان الازاز اللي معايا ده مغسول وناشف ومتعقم. عقمه ازاي؟ اولع بوتاجاز كده على الشعلة الوسط، ما يكونش عالية قوي عشان البرطمان بتاعي ما يتكسرش او ما يفرقعش في الحرارة العالية، واوجه على الفتحة بتاعته النار لمدة دقيقة واحدة بس. او لو عندك غسالة اطباق رصيهم في غسالة الاطباق، وطبيعي غسالة الاطباق بتعقم المواعين قبل ما بتخرج. وواحدة واحدة كده أعبي البرطمانات بتاعتي كلها لحد الكمية ما تخلص عندي، وأكون كده أنا مجهزة البرطمانات بتاعتي للحفظ. طيب أغطي بقى البرطمان إزاي عشان أحفظه معايا لمدة طويلة؟ أجيب معايا قطعة من الاسترتش رول وأخد منها قطعة صغيرة وهغطي بيها البرطمان عندي من فوق وأحكمه كويس جدا. مش بس كده، لأ ده أنا هجيب معايا كمان قطعة من ورق الفويل وأعملها وأحكمها كويس قوي فوق الغطا الاسترتش او القفله اللي بالرول الاسترتش دي، لحد ما اطمن كويس جدا ان البرطمان بتاعي مش داخله اي هوا. بعد كده اغطي البرطمان عادي بالغطا بتاعه وانا مطمنه جدا ان البرطمان امان ومحكم جدا. وبكده نبقى عملنا احلى مربى فراوله ممكن تستخدميها في تزيين الحلويات او في السندوتشات. جميله جدا مطمنه لها وعارفه انها بايديكي، ما فيهاش اي الوان صناعيه ولا مواد حافظة. شايفين القوام شكله ايه؟ وكفاية كمان ان عملتي كمية كبيرة هتكون موجودة عندك منين ما تحتاجيها تلاقيها، ووفرتي برضو فلوس كتير جدا في شراء المربى، لان احنا عارفين كلنا ان المربى بره غالية كتير جدا. المربى البرطمان الصغير هتلاقيه سعره غالي جدا. اتمنى الوصفة تكون عجبتكم، واتمنى اللي عجبته الوصفة ينزل على طول يعمل سبسكرايب للقناة ولايك وشير للفيديو، والتعليق الجميل الرقيق المحفز اللي بنستناه في كل الفيديوهات. وبرحب جدا بكل المشتركين والمتابعين الجداد اللي نوروني في القناة. أتمنى لكم الصحة والسعادة وراحة البال، وما تنسونيش من صالح دعواتكم. وأهلا بيكم في قناتكم بيتنا جديد مع غدا خطاب. شرفتوني ونورتوني، وأتمنى تنزلوا تتفرجوا على الفيديوهات اللي في القناة. إن شاء الله هتستفادوا منها كتير لأنها فيها حاجات مختلفة ومتنوعة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.